في شهر رمضان، ولكن والنبي نفسي اقولها لك على امثالك وعلى اللي خلفوك، لان انت لا تنتمي للمصريين ولا لاخوتنا ولا لبلدنا. وكل كلب، كل كلب ماسك منصب في اي دولة وبيهينوا بلده المصريين في الغربة، فانت كلب، والله العظيم الكلب احسن منك. أنا مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، اسمي محمد ممدوح. اشتغلت في شركة في منطقة اسمها سكاكا الجوف، عند دوار الصقر، جارة، منطقة جارة. اشتغلت في شركة بتبيع منظفات ومية. الشركة ديت المسؤول فيها مصري. السعودي اللي بننقل عليه كفالة ما تشوفوش ولا تعرف شكله ايه ولا تتقابل معاه. المصري هو المتحكم في كل شيء. المصري هو اللي بينقل لك الكفالة. المصري هو اللي بيخلص كل شيء. الشركة ديت نظام الشغل فيها مؤذي. اول حاجة يخليك توافق على العقد بدون ما تشوفه، يضحك عليك ويقول لك اعمل لك تأمين وهو ما بيعملكش تأمين، هو بيخليك توافق على العقد. بيبقى انا مهنتي في الإقامة سائق شاحنة تقيلة. تمام. أنا شغال مندوب، بوصل مبيعات، ببيع منظفات للبقالات. بسافر من بلد لبلد، بشتغل 18 ساعة في اليوم. أنا راجل مريض ضغط مزمن. يرضي مين واحد مريض ضغط مزمن يشتغل 18 ساعة بالإجبار؟ الشخص بيجبرك انك تشتغل 18 ساعة وعافية، وهو ده اللي عندي. ولو مش عاجبك اخبط دماغك في الحيطة. يمضيك على سند ب50,000 ريال ويفضل يهددك بيه، وبعد كده يتعدى عليك بالضرب ويرفع عليك السند. انا المصري اتعدى عليا بالضرب ورفع عليا السند واذاني وعامل لي خروج نهائي، ورغم ذلك بيطالبني بالشرط الجزائي اللي في العقد. ايه البجاحة دي؟ ايه البجاحة وكمية الأذى والظلم؟ هتروح فين من ربنا يا مؤذي؟ هتروح فين من ربنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الراجل ده أذاني وتستر تجاري. الراجل دوت هو المسؤول، هو المتحكم، هو اللي بيعمل كل حاجة في الشركة، هو المسؤول في كل حاجة في الشركة. في 3 فيديوهات يثبتوا صحة كلامي عند النيابة وعند الشرطة. الشرطة جت وحققت في الواقع، ولحد الآن أنا من 30/9 لحد النهاردة محدش حل معايا في شيء. أنا قاعد في الشارع، أنا مش عارف أعمل إيه. أنا ولا لا آكل ولا لا أشرب ولا عارف أعمل إيه ولا عارف أتصرف إزاي. أنا ولا معايا فلوس لمحامي. كل ما أكلم محامي عشان يقف معايا أنا يطلب مني فلوس. أنا معايا الحق كامل مكمل، كل حاجة أنا صاحب حق فيها، وعارف إن البلد دي بلد قانون وإن حقي مش هيضيع. فأرجو من حضراتكم تساعدوني لوجه الله في الموضوع دوت. اي حد مسؤول يتدخل ويساعدني لوجه الله بحق الايام المفترجة اللي احنا فيها دي. انا مأذي اذية جامدة. الشكوى لغير الله مذلة، وانا ما بشكوش لحد. انا عايز حد يقف جنبي ويساعدني لوجه الله، وانا مسؤول مسؤولية كاملة. لو انا بكذب في اي حرف بقوله في الفيديو دوت، انا مسؤول مسؤولية كاملة. لو انا بتبلى او بظلم اي حد في الفيديو دوت، لا بل بالعكس، انا اللي مظلوم وانا اللي مأذي. حسبي الله ونعم الوكيل. كل واحد حقير ماسك في اي دولة عربية منصب وبيعامل المصريين ولا بلده او بيعامل اي حد معاملة كده، انت ولا مصري ولا اي حاجة ولا تنتمي لينا نهائيا. انت كلب مالكش 30 لازمة. لان لما شاب مصري عندك في السعودية تعامله وتضربه وتهينه وتسرق الشنطة بتاعته علشان تحبسه وماسك عليه سندات وبقول لك سيبني لوجه الله، اعتقني لوجه الله، انا مريض وعاوز ارجع بلدي، سيبني انقل كفالة واديك الفلوس، يعني حتى بتستغله واستبزاز في دولة فيها قانون. والسعودي ولا حياة لمن تبالي. قسما بمن خلق الكون والله الذي لا اله الا هو، وانا مكاني هنا في اوروبا لاقلبها على كل كلب ماسك منصب عند سعودي او اماراتي او اي واحد وبيعامل المصريين معاملة قذرة بالشكل ده، لخليك تندم على اليوم اللي جيت فيه الدنيا. وانا بقولها لك والله فعلا قبل ما تكون قولا. اصبروا عليا. الله سبحانه وتعالى بيقول ربنا حرمت الظلم على نفسي. الله عز وجل حرمت الظلم على نفسي. انا اكتر حاجة في حياتي تستفزني وتعصبني هي الظلم.
ما بقدرش اتماسك اعصاب على فكره، لان 7 وعصبي جدا فوق ما تتخيل، والظلم ده اكتر حاجه في الدنيا ممكن تخليني بجد بجد هتشوفوا مني وش مش هيعجبكم خالص في السعوديه خالص. عايش في اوروبا، مسكت قضايا في السعوديه وبتتحل بفضل الله، بفضل الناس المحترمه اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرهم، بفضل الله الموارد البشريه بيكلموني، ناس ساعات في الشرطه السعوديه بيكلموني، ناس ساعات في الخارجيه السعوديه والخارجيه المصريه بيكلموني، لانهم بيكونوا حاسين بالشباب، فربنا بيسخر الناس دي. وانا مكاني هنا هوري كل واحد ظالم بيستغل مصري او بيستعبده، يعني يخرب بيوتكم. واحنا في زمن كفار قريش، الله يخرب بيوتكم.